السلام عليكم، معاكم احمد بدرو. النهارده ان شاء الله هشرح لكم طريقه التلفيل في السيرفر العربي. التلفيل هنا مختلف شويه. في نظام تلفيل سولو وفي نظام بارتي. تمام. النهارده هشرح لكم النظام السولو. النظام السولو بيتم عن ان انت بتروح وحوش اقل منك ب10 ليفلات او ب9 ليفلات او ب8 ليفلات، بس مش اكتر من 10 ليفلات عشان الاكس بي بيبقى قليل قوي. تمام. فانا دلوقتي ليفل 40، هروح عند وحوش ليفل 30 او ليفل 31. هقف هنا اهو كده، هدور على بارتي 6، ادوس فوق على اليمين. بعد كده ادور على بارتي 6، ادور اهو. تمام. لقيت اهو بارتي 6 ناقص فيه مكانين. العلامة اللي على اليمين دي بتلف، معنى كده ان البارتي ده يقبل اي حد على طول لو دوست، فبدوس عليه وبخش كده. خلاص دخلت البارتي ال6. طبعا البارتي ظاهر عندي اهو. هما طبعا بيعملوا لي انفايت ان انا اروح اضرب معاهم في المكان، فانا ادوس كانسل. بس كده خلاص في بارتي 6. اخش بقى اهم حاجة على الكرة الارضية اللي فوق على الشمال. خش هنا على الكرة الأرضية. المفروض الكرة الأرضية دي بينزل لك ساعات تلفيل، دي أهم حاجة. أنت ما ينفعش تلفل خارج ساعات التلفيل دي، لو لفلت هتلاقي الإكس بي قليل قوي، مش هتعرف تزيد خالص. تمام. المفروض الساعة 5 الفجر كل يوم بينزل لك 4 ساعات تلفيل، ولو أنت معاك بريميوم بينزل لك 6 ساعات. فأنا دلوقتي معيش ساعة تلفيل، بس أنا هعتبر إن أنا معايا مثلا ساعة تلفيل. هتلاقي مكتوب كده عند السكندز دي 1 اور. تمام، يعني ساعة. فهندوس هنا كده مرتين، يبقى أنا كده أكني فتحت ساعتين تلفيل، ساعة تلفيل، سوري. هتلاقي فوق كده بقى في الكرة الأرضية دي نورت ذهبي، وكده في فاتحة ساعة تلفيل. فانت بعد ما تفتح الساعة تلفيل هتروح برضو تجيب ساعة سكرول. تمام. فهندوس كده على الشوب فوق على اليمين، العلامة اللي فوق دي. هتلاقي هنا سكرولات اللي هي الساعتين. ممكن بقى تشتري من هنا السكرول للساعتين. تدوس باي لو معاك سلك تشتري. بعد ما تشتري السكرول اللي هي هتجيلك هنا اهو زي دي كده، شبه دي، بس دي سكرول اس بي. هتدوس عليها يوز. خلاص كده السكرول اتاكتيفت. هتبتدي بقى تدوس تحت على اليمين كده تشغل البوت. تمام. هيبتدي البوت يشتغل معاك وبس وخلاص، وتسيب الاكونت بقى يعيش الساعة بتاعته، وبعد شوية عايز تزود له ساعة تاني ترجع تزود من الكرة الأرضية. وتزود برضو سكرول بنفس الطريقة. طبعا السكرولات هنا ليها ليميت معين، ليها 4 مرات بس في الأسبوع. يعني كل أسبوع ليك 4 مرات، سوري، ليك 5 مرات تقدر تشتري سكرول. تمام. فلو خلصت تضطر تخش هنا بقى فوق على العلامة بتاعة الايفنت دي، تختار الولفير. وبعد كده تنزل حاجة هنا اسمها ستور. الستور ده بقى بتلاقي فيه برضو سكرولات زيادة. يعني لو انت خلصت السكرولات بتاع الشوب تبتدي تشتري سكرولات من هنا. تمام. آه تشتري سكرولات من هنا، وبرضو لو السكرولات خلصت هنا بتبتدي تعمل ريفرش من تحت. هو الريفرش بيبقى بجولد اول كام مرة، بعد كده الريفرش بيبقى بسلك. فانت بتعمل ريفرش، اللي فوق دول كلهم بيتغيروا، وتبتدي ان انت تشوف سكرولات تانية عشان تقدر تشتريها. فانت الفكرة كلها مثلا مثلا معاك 6 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، تفتح الكرة الأرضية 4 5 ساعات على حسب ما انت معاك. تشتري سكرولات على قدها وتظبط السكرولات معاها، وتبتدي بقى ان انت تسيب الموبايل او تسيب الجهاز بتاعك يعيش مع نفسه ويلفل. تمام. بس وهي دي طريقة التلفيل السولو. حبيت بس اعرفها لكم عشان في ناس كتير مش عارفة نظام التلفيل في اللعبة هنا ماشي ازاي. وان شاء الله الفيديوهات الجاية اشرح لكم حاجات اكتر، واشرح لكم نظام التلفيل البارتي. وغالبا برضو نظام التلفيل السولو ده بيبقى احسن للشاينيز، عشان مش بيموت بسهولة. يعني انت لو حاولت تعمل نظام التلفيل السولو ده بالاوروبي غالبا هتلاقيه بيموت منك. الاوروبي دايما في الاغلب بيلفل تلفيل بارتي. فبرضه هبقى اشرح لكم التلفيل البارتي في الفيديو الجاي. شكرا.